اسمعني كويس. النهاردة مع الراوي إكس وملف من ملفات رعب حقيقي في مصر. شقة في بولاق الدكرور، شقة شكلها عادي، بس اللي جواها كان بيحصل كأنه خارج من كابوس صاحي. احنا دايما بنفتكر الرعب بيعيش بعيد، في قصر مهجور، في مقبرة، في مكان مقطوع. لكن تخيل الرعب يختارك في شقتك الضيقة، في عمارة زحمة، الجيران فوق وتحت، والشارع عمره ما بينام. القصة دي اتقال عنها كتير واتكتب عنها كمان، وفيها ذكر للشرطة ومعاينات، والناس اللي عاشوها عمرهم ما نسوا ريحة الخوف اللي بتلزق في الهدوم وتفضل معاك حتى بعد ما تسيب المكان. الأسرة: أب اسمه محمود، موظف بسيط، راجل بيصحى بدري يرجع متأخر، شايل هم الإيجار والأكل والمدارس. الأم هند، ست بيت مصرية جدعة، تنظف وتطبخ وتلم، وعندهم طفلين، سيف 10 سنين 10 سنين، وليلى 7 سنين. الشقة نفسها مش كبيرة، صالة صغيرة، كنبة قديمة قماشها مشقق من عند الركنة، ترابيزة سفرة تقيلة خشب غامق، المطبخ ضيق، ريحة زيت قديم ممزوجة ببهارات، الحمام بلاط متقشر وحنفية بتزقزق، أوضة نوم على قد السرير والدولاب، وأوضة أطفال سريرين جنب بعض، وشنطة مدرسة دايماً متسابة في النص. أول أسبوع كانوا فرحانين، أهو سقف يسترنا، الجيران بيعدوا يسلموا: منورين يا ناس. مفيش حاجة تقول إن البيت ده مسكون، ولا إن كلمة عفاريت ممكن تتقال فيه أصلاً. بعد كده ابتدت حاجات صغيرة، صغيرة قوي، حاجات لو حكيتها لحد هيقولك عادي، توهم، إرهاق. محمود يرجع من الشغل، يحط مفاتيحه فوق التلاجة، تاني يوم يدور عليها نص ساعة، يلاقيها جوه الدولاب بين هدوم الأطفال. هند تسيب الريموت على الكنبة، بعد دقيقة تلاقيه تحت الكنبة كأن حد زقه، بس مفيش حد. في الأول الاتنين ضحكوا، أكيد إحنا اللي بننسى، أكيد سيف بيلعب، بس سيف كان بيحلف. وليلى كانت بتعيط: ماما والله ما لمستها. وهنا الخوف ما كانش جه، كان لسه بيحبي. أول ليلة، الخبطة، الساعة 2:15، خبطتين في الحيطة اللي ورا السرير. محمود فتح عينه، قلبه دق، بص لهند لقاها صاحية. الاتنين ساكتين، ساكتين قوي، كأنهم خايفين الصوت يسمعهم. محمود قال: ده الجيران، يمكن بيزقوا عفش. هند ردت بصوت واطي: الساعة دي؟ وبصراحة بولاق الدكرور ممكن أي حاجة، بس الخبطة دي كان فيها نظام، كأن حد بيعد. الليلة اللي بعدها الصوت ما جاش من الحيطة، جه من الصالة، خطوات، خطوات تقيلة، كأن حد لابس شبشب رجالي وبيجر رجله. شش شش. هند مسكت في دراع محمود، ومحمود عمل نفسه جامد، قام ببطء وفتح باب الأوضة سنة. الصالة ضلمة، بس فيها حاجة أغرب من الضلمة، فيها وجود. الإحساس ده مش بيتوصف بسهولة، هو زي لما تبقى في مكان وتحس إن حد وراك من غير ما تشوفه، جلدك يقشعر، ودنك تلتقط أي صوت، وعيونك تفتش في العتمة. محمود نادى بصوت مبحوح: مين؟ مفيش رد، بس الخطوات وقفت. الصبح، هند دخلت المطبخ، لقت كوبايات متكومة على الأرض، والملعقة الكبيرة بتاعت الشوربة محشورة بين عين البوتاجاز والحيطة، كأن حد كان بيحاول يخبيها. والطبق البلاستيك بتاع ليلى متكسر رغم إنه كان سليم امبارح. هند وقفت وبصت حواليها وقالت كلمة واحدة: يا ساتر. محمود رجع اتعصب، أكيد القط بتاع الجيران دخل، بس مفيش شباك مفتوح
ومفيش آثار. وبعدين هو إزاي قط هيزق الحلل التقيلة؟ هند قالت له: أنا مش عايزاك تضحك عليا، أنا حاسة إن في حاجة هنا. محمود رد بسرعة: جن؟ عفاريت؟ وقالها بحدة: بلاش الكلام ده. الكلمة كانت تقيلة، مسكون، كأنك بتكتب حكم على بيت. بس البيت ما كانش محتاج حد يحكم عليه. البيت كان بيثبت بنفسه ليلة بعد ليلة. الصوت يزيد والخطوات تقرب، والأطفال بقوا يناموا بالعافية. ليلى بالذات 10 بقت تصحى تصرخ: ماما، الراجل اللي واقف عند الباب. هند كانت بتحاول تفتكر، يمكن توتر نقل، يمكن أحلام. لكن سيف اللي كان دايما بيضحك بقى يقعد ساكت، يحدق في الحيطة، كأنه سامع حاجة محدش سمعها. وفي مرة وهو بيذاكر قال لجملة غريبة: ماما، هو البيت بيزعل؟ هند ضحكت بتوتر: بيت إيه يا حبيبي؟ قالها: البيت اللي هنا بيزعل لما نضحك بصوت عالي. وبعد حوالي شهر حصل اللي قلب كل حاجة. يوم جمعة ظهر، ريحة أكل في الشقة، رز، فراخ، والشارع تحت زحمة. فجأة هند شمت ريحة حريق، مش ريحة أكل زيادة، ريحة قماش بيتلسع. تمت تجري ناحية أوضة النوم، فتحت، لقت دخان طالع من جوه الدولاب. النار كانت جوه الدولاب، مش على السطح، جوه، كأن في حد ولع هدوم من النص. هند صرخت. محمود جري، شال جردل المية رمى. بس الغريب إن النار وهي بتاكل قماش كانت بتعمل صوت وش وش، زي نفس حد بيجري. وفجأة من غير ما المية توصل لكل حاجة، النار هديت ونامت، كأنها شافتهم وشبعت. الجيران طلعوا على الصوت: في إيه؟ حريق؟ واحدة ست كبيرة قالت كلمة مستفزة: الشقة دي يا ابني سمعتها وحشة. محمود اتنفض: سمعتها وحشة ازاي؟ الست بصت يمين وشمال وقالت بنبرة خافتة: كان ساكن فيها واحد لوحده واختفى، بيكون بعيد، أحياناً بيسكن جنبك. لو كنت مكانهم كنت هتعمل إيه؟ أنا الراوي إكس، وده كان ملف النهاردة.